السلام عليكم خوتي الحريفيه والصنايعيه وكاع الناس اللي كيخدموا في التماره واي رجل واي محارب، تحياتي له. اليوم بغيت نعاود لكم على الشوانطي او الانسان اللي كيعيش في الشانطي. مني انا وجبد غنعاود على راسي ونعاود على الناس اللي كيعيشوا في الشانطي. المهم الشوانطي هو عامل البناء، هو داك الانسان اللي كيسكن في البريرك ديال الشانطي، هو اللي كيدوز نهارو كله في التماره والجري، وهز الفاس وحط الباله حفر هنا وردم لهيه، وملي كتوصل ل5 ديال العشيه كيسالي الخدمه مهلوك مسكين، ما كاين حتى فين يدوش باش يحيد العرق ديالو. باش كيسخن واحد المقراج ديال الماء يدوزو على صحته وعلى حالته باش ينقي حالته واحد شويه. المهم كيجي كيتخشى في البراكه، كيعمر براد ديال اتاي ويدوزو بالخبز والزيت العود، والا كان زيت العود دابا ما كاينش. المهم كيكون الفرماج ولا الكوفيتير ولا شي حاجه هكا. كيخدم الراديو ولا كان عنده تليفون كيخدم التليفون، كيبقى يتمزك ولا يبقى يتصنت لشي قصه وهو كيقطع في الخضره باش يدير الكامله ديال العشاء. المهم السيناريو ديال ديما يعني روتيني يومي. الا زدنا عليه قله الشي والهم اللي هاز في داك الراس بعيدا عن الاولاد والاهل ديالو، كيسند راسو على الياجور وكيفرش البلانش والكارطون والشتا كتنقط عليه في وقت الشتاء. دابا في الصيف ما تقدرش تريح في البراك. المهم الناس الشوانطيه والناس البنيه راهم عارفين هادشي، ولما كيكون البرد كيبدا يصوت عليه من الشقوقه ديال الباب والمادري، وحتى واحد ما كيشاركو همومه غير راسو هو اللي حاس بهادشي. المهم في الصباح بكري ملي كتدخل عنده البراكه قبل ما تبدا الخدمه، غادي تشرب معاه دكه مشحره ديال اتاي، وغادي تشد كرشك بالضحك من القفاشات ديالو، تقول هذا اسعد رجل في العالم. هاد الانسان هذا كيدوز واحد اللحظات اللي صعاب في حياته، فهمتي؟ يعني ماشي غير كيجي ويتخشى في هذاك الشانطي، يعني قلت الشي ديال بصح. وانا كنعتقد انه كلمه محارب ماشي جات تقالت للناس المحاربين، الناس راهم كيتقاتلوا، الناس راهم كيتقاتلوا ديال بصح اخويا. هادشي علاش تحيه واحترام وتقدير لهاد الناس هادو، ولاي واحد صنايعي ومحارب ولا شوانطي تحياتي ليه، حيت هادو هما الرجال. هادو راه توقف عليهم في الحرب يمشيو معاك، يعني فهمتي؟ يعني ما غادي يريح ولا يجلس في داك الشانطي تاع انه محارب ديال بصح، وماشي ساهله.